ماله العدس يا ست نعيمه؟ وحش العدس؟ العدس مغذي، العدس مفيد، يخلي البني ادم زي الحديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيام من قناة ام البنات. النهاردة هنعمل شوربة عدس حلوة ولذيذة، بس مش هنعملها بالشعرية، هنعملها فتة. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. اول معايا ربع كيلو عدس، معايا توم، معايا 4 وحدات طماطم متقطعين، بصلايه وسط متقطعه، وجزرايه وسط متقطعه، والتوابل بتاعتنا كمون وفلفل اسود وشطه وملح ومكعب مرقه. يلا معانا نشوف الطريقه. يلا بينا نحط الحاجه على بعضها. نحط الثوم، جزر، البصل، طماطم، احطهم على النار وازود لهم الميه. كده حطيت له الميه وحطيته على النار، هسيبه يغلي، واول ما يغلي هوطي عليه واسيبه على نار هاديه 10 دقايق لحد ما يستوي. زي ما انتم شايفين دلوقتي العدس ابتدى يغلي معايا. اي ريم ابيض على الوش هبتدي اشيله عشان تطلع معايا شوربه رايقه وصافيه. كده انا شلت كل الريم اللي على الوش تمام بالطريقه ديت. حاطه طبق جنبي وبفضي فيه اي ريم زياده عشان الشوربه بتاعتي تطلع رايقه وصافيه. هسيبه 10 دقايق على نار هاديه لحد ما يستوي. وده دلوقتي شكل العدس بعد 10 دقايق. هطفي عليه واسيبه يهدى شويه عشان اقدر افصل قشره الطماطم. انا ما بحبش قشر الطماطم يبقى باين فيه، فببقى قاسمه الطماطم نصين وبفصل القشره بتاعتها. دلوقتي انا هوريكم ازاي بشيل قشره الطماطم. انا بمسكها كده مسافه ما بضغط عليها تنزل الطماطمايه اللحم بتاعها كله، وبفصل القشر وبطلعه عشان ما يبقاش باين في الشوربه. دلوقتي هنخلط العدس مع بعض بالهاند بلندر، لان مفيش مشكله اخلطه بالهاند بلندر وهو لسه سخن. لكن لو ما عندكيش هاند بلندر بتستني يهدى خالص وتضربيه في شفشق الخلاط عادي. بسم الله. وده شكل العدس بتاعنا بعد ما ضربناه كويس. كل حاجه فيه بقت ناعمه واتخلطت كويس مع بعضها. شويه ونعمل له التقليه. العدس يسخن وهنا نعمل الطشه بتاعتنا. معلقه سمنه ومعلقه توم صغيره. وهنا حطيت التومه بتاعتي على النار، هشوحها زي التومه بتاعت الملوخيه، خليها تصفر وانزل بمكعب المرقه عليها يفوق وانزل بيها على العدس. دلوقتي التومه بتاعتي اهي اصفرت، هنزل بمكعب المرق افكه فيها بالشكل ده وانزل بيها على العدس. وباخد هنا بالكبشه شويه عدس وياخد باقي التومه والمرقه من الطاسه. دلوقتي هحط التوابل بتاعتي، رشه شطه، فلفل اسود، كمون ناعم. وكده الشوربه بتاعتنا جاهزه بعد ما سبتها تغلي شويه على النار. دلوقتي هنعمل الرز الابيض بتاعنا. معايا 4 كوبايات رز مغسول والسمنه، 3 فصوص حبهان، مكعبين مرقه فراخ، ومعايا الملح. وهنا حطيت السمنه على النار استناها بس تسيح وتسخن حاجه بسيطه، وانزل فصوص الحبهان اشوحها وبعدها ننزل الرز سوا. دلوقتي ننزل 3 فصوص حبهان. انا بحب افتحه سنه كده من الجنب، بضغط عليه ضغطه بايدي لحد ما يتفتح عشان يخرج النكهه بتاعته. تمام. وهنزل كمان مكعبين المرقه يفكوا كده. وكده المرقه فكت والحبهان اتشوح شويه، ننزل بالرز. هنا نزلت بالرز هقلبه واشوحه كويس لحد ما يتغلف كويس جدا بالسمنه ويتشوح ونرجع نكمل. وهنا بعد ما شوحت الرز حوالي دقيقتين 3 لحد ما اتغلف كويس وابتدت الميه اللي فيه تنشف، وزي ما انتم سامعين الصوت اللي فيه، هنزل بمقدار الميه بتاعي. وكده الرز بعد ما حطينا له الميه، انا ما بحطش مقدار ثابت للميه لان في نوعيات رز بتختلف من نوع لنوع، كل واحد بياخد ميه ازيد ميه اقل على حسب. فانا بس بكتفي ان انا اغطي الرز يتغطى بشويه ميه كده لحد تقريبا كده عقله صباع او حاجه، وكده بيكون المقدار عندي مظبوط. حطيت للرز شويه الملح اللي كانوا ناقصينه، هغطيه لحد ما يغلي ونرجع نكمل مع بعض. وده شكل الرز بعد ما غلي شويه وابتدى يتشرب.
هديله تقليبه عشان اتاكد ان مفيش فيه اي حاجه لازقه. ودلوقتي هنقله على نار اهدى شويه واسيبه تلت ساعه لحد ما يستوي. وكده الرز جاهز معانا مستوي. ودلوقتي معايا عيش بلدي مسخنه الفرن، واحطه في الفرن على نار هاديه شويه يتحمص براحته عشان ما يتحرقش. ولو عندك اي بواقي عيش باقيه من الاكل بس بشرط تكون نظيفه، جمعيها في كيس وحطيها في الفريزر، وفي اي وقت هتعملي فتة لحمه، هتعملي فتة عدس، طلعيها وحمصيها، وكده نبقى ايه مرميناش اي حاجه. ده العيش المحمص بتاعنا عيش بلدي، حمصته وكسرته، وهنزل عليه بكبشتين من شوربه العدس. دلوقتي نحط كبشتين على العيش عشان يطعموا ويطري شويه. ودلوقتي هنحط الرز على وش العيش. ده شكل الرز بعد ما غرفناه. عايزه اقول لكم فصين حبهان مخلين ريحه الرز تحفه. نحط هنا شويه عدس، ورشه شطه. انا بحب اغرفها في صينيه عائليه ليا انا واسرتي. وده الشكل النهائي للفته بتاعتنا النهارده. اشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده. العدس الليلة ليلة عيده، يا رب تبارك وتزيده، يا رب تبارك يا رب.